اهلا وسهلا بيكم. احنا في الحلقه دي من البودكاست هنتكلم عن تكمله للحلقات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وهي خاصه بموضوع التوظيف. وهنبدا بشكل مختلف خالص. انا النهارده بسجل حلقه مع حد احنا عمرنا ما اتقابلنا الا بالصدفه، فاحنا الحمد لله عرفنا غير صدفة. نتقابل. ما نتقابلش غير صدفة. الحمد لله عرفنا نتقابل في تسجيل بودكاست، بس ما نعرفش نتكلم في التليفون حتى. الحمد لله. عبد الرحمن، يمكن شهادتي فيه مجروحة شوية، وأنا بعتز بيه بشكل شخصي. هو حد شاطر جدا في المستوى العملي. وهنتكلم النهاردة عن موضوع يمكن هو النقطة الأشهر على الساحة دلوقتي في الكام شهر دول، خاصة مع نهاية الصيف. الناس بتدخل مجال جديد، في طفرة في عدد دخول الناس للمجال. واحنا بنتكلم بشكل اخص على اليو اكس، ويمكن اللي هنقوله ده ممكن يطبق على الفيلد بتاع الديزاين بشكل عام او الكريتيف اندستري. ولكن احنا هنفوكس النهارده على موضوع اليو اكس بشكل اكبر، وعن مرحله التوظيف، وابدا في الشغل ازاي اوصل لاول انترنشيب، وازاي اتعامل مع كل حاجه في بدايه الخطوه الاولى دي بشكل واضح. عشان في ناس كتير بتقعد تاخد وقت كبير جدا في الخطوه الاولى، ممكن تقعد تلف سنه وسنتين، بتاخد كورسز وبتروح وبتيجي، وبرضه مش عارفه تبدا ازاي او تلاقي اول وظيفه او اول تواصل مباشر مع الشركات، سواء كان انترنشيب او وظيفه. فعشان انا طولت عليك في المقدمه يا عبد الرحمن، فالحديده معاك، اتفضل. عرفنا من نفسك يا فندم. حبيبي، ازيك يا ايمن؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله انا يا عبد مبسوط الرحمن. والله ان انا معاك فعلا النهارده. تجربه بالنسبه لي، انت عارف، جديده. كنت واخد جنب شويه من موضوع الكونتنت، الفيديوز تحديدا يعني. مم. آه، خلينا نتكلم. انا عبد الرحمن محمود، برودكت ديزاينر. بدات مجال البرودكت ديزاين من حوالي 4 سنين او 5 سنين اكشلي. وبدأت مجال الديزاين من سنة 2013. بدأت كجرافيك ديزاينر. قعدت فترة جرافيك ديزاينر لحد 2018. وخليني أقول حاجة هنا، كنت دخلت الجرافيك ديزاين أصلا علشان كنت فاكر إنه أنا كده هبقى ويب ديزاينر يعني. كنت فاكر ان الويب ديزاين ده زي كده ايه، اللي هو اللوجو ديزاين وحاجه تحت الجرافيك يعني. هو اكشلي وقتها في 2013 كان الموضوع يعني ايوه. كان منتشر يعني. مم. فبدات كجرافيك ديزاينر. وليا قصه كده في البدايه يعني، هنقول عليها لما نيجي نتكلم عن الانترن. قعدت لحد 2017 بالظبط جرافيك ديزاينر. اشتغلت في ايجنسيز هنا في مصر، واشتغلت مع شركات بره مصر تانية. بعد كده جالي حد كده قال لي: هو انت بتعمل ايه؟ انت مش اصلا عايز تبقى ويب ديزاينر؟ قلت له: فعلا ايوه. قال لي: طيب ما تدور على انترن وبتاع، انا ممكن اريكومندك لانترنشيب. وساعتها رحت الانترن بتاعت اورنج لاب. اورنج لاب هي شركه تبع اورنج، اللي هي اورنج الام يعني. ايوه. بدأت في اورنج لاب انترن. والحقيقه كانت بدايه يعني انا مبسوط بيها وفخور بيها لحد دلوقتي. وخليني من هنا ادي شاوت اوت للبشمهندس امين الحسيني والبشمهندس احمد عباس. الاثنين دول يعني اثنين هيد اوف انجينيرز او حاجه اكبر من كده في اورنج لاب حاليا. الناس دي هي اللي غيرت نظرتي للكارير عموما يعني. وهم حقيقي اللي رشحوني للانترن بتاعت اورنج لاب. وانا عرفتهم بشكل، عرفتهم في المسجد وانا في ثالثه اعدادي. فاللي هو قصه كده ايه. خلينا نتكلم عنها اكتر في الانترن يعني. بعد ما خلصت الانترن، طبعا انا لما رحت الانترن كنت فاكر ان انا رايح ك ويب ديزاينر يعني. برضه. اكتشفت بقى اليو اي واليو اكس. ايه يا جماعه ده؟ طيب بتقولوا ايه؟ بدات بقى اتعلم. خلصت الانترن في 2018. اشتغلت فيجوال ديزاينر في ايجنسي اماراتيه كده. وللاسف بعدها دخلت الجيش. ف انا فاكر رحله الجيش دي على الفيسبوك يا عبد الرحمن. عايز افتكر بقى. دخلت دخلت الجيش. خرجت في 2019. طبعا المجال في السنه دي اتنقل نقله مش طبيعيه يعني، من مم. 2018 ل 2019. لقيت بقى بوزيشنز اكتر اتفتحت، وفي ناس بقت بتتكلم اكتر في كورسز اوف لاين وكورسز اون لاين. الموضوع وقت في 2018 2017 الموضوع ما كانش منتشر قوي ككورسز ومحتوى تحديدا يعني. مم. بس خرجت اشتغلت في يو اي يو اكس ديزاينر.
في ايجنسي سعوديه اسمها ارب ابس. بعد ارب ابس رحت تاجرلي. حاولت بقى اركز في البرودكت بيز بصراحه، لان انا بحبها يعني، وبحب الستارت ابس في الحقيقه. مم. آه، رحت رحت بعد ارب ابس رحت تاجرلي رحت كبرودكت ديزاينر. بعد تاجرلي رحت تيربو. والحقيقه تيربو من اكتر قصص النجاح اللي انا فخور بيها، يعني لانه كنت في تيربو مور ذان برودكت ديزاينر. يعني كنت بعمل كل حاجه تقريبا، كنت مؤثر في جوانب كتير في تيربو. مينلي كنت بليد الريبراندنج اللي حصل، والفيجوال الفيجوال ايدنتي، التغيير بتاعها اللي حصل الكبير في تيربو، وانا اللي كنت مسؤول عنه يعني. وطبعا مع استاذنا طارق الزيني. وفتره الواحد فخور ان هو اشتغل في تيربو الفتره دي الحقيقه. فرقت معايا في الاكسبيرينس، وفرقت معايا حتى في الشغل بتاعي اللي انا طلعته البورتفوليو يعني. مم. بعد تربو حاليا انا بقالي شهرين في كونتاكت كارز. مم. تحدي بقى مختلف تماما. كونتاكت كارز شركه كبيره، ويمكن اكبر الشركات اللي انا اشتغلت فيها من حيث السنين. يعني الشركه القديمه بقى لها فتره كبيره وبتاع، وفي تحديات بقى من نوعيه التحديات اللي هو حاجه مثلا ايه، في مليون يوزر هنا عندنا عايزين نغير البيهيفير بتاعهم. فالحمد لله. الحمد بدايه لله. لسه بقالي شهرين بس. الحمد لله بدايه كويسه يعني. طب الحمد لله. يعني يمكن انا اعرف معظم الشركات اللي انت اشتغلت فيها. انا عايز اقول لك ان بالمناسبه تاجر لي، انا كنت عامل كيس ستادي عليهم في كورس، ومنزل سكرين شوت منها. اعتقد كانت الفتره اللي انت كنت فيها، وكان اوكي، اول في مره اعرف الموضوع ده. ماشي. وكنت منزل وقتها سكرين شوت من شغل الطلبه على المحاضره، واخد سكرين شوت كده. فظهر اللوجو، كان في حد ماركتنج مانجر هناك، فدخل بيقول لي انتوا بتعملوا ايه باسم الشركه وشغالين ايه. فظهر من هنا. اوكي. انا ما كنتش اعرف ان هي مصريه اساسا ولا بتعمل ايه. يعني انا دخلت لقيت حاجه اي كوميرس، يلا بينا نشتغل عليها ريديزاين تاني. تمام. فده وقتها عرفت تاجر لي، كان اول مره. وبعدها تاجر طبعا، والكومباستورز اللي في الاندستري دي يعني. يمكن انا عاصرت حاجات من التحولات دي، وسمعت عنك من الشغل بصراحه. فانا بحييك يا عبد الرحمن والله، ومبسوط باللي انت بتعمله بصراحه يعني. طيب خلينا نبدا يعني في الحته بتاعت الشغل بقى. يعني الناس عندها مشكله كبيره، وانا انا بنفسي شفت ناس. كنت في تريننج من حوالي ايام بسيطه، لسه خلصان يوم السبت اللي فات. وواجهت ناس شويه مشتته، وشويه ممكن يتم وصف الموضوع ان هي ايه، ارشدت غلط، او اللي وصف لها التراك في الاول ضيع الدنيا، فخدوا وقت طويل. يعني ايه، ممكن ما يقرب من سنه، سنه ونص. انا عارف ان هو مش وقت كبير على المجال، انا بتكلم على وقت ان هم مش عارفين هم فين. فاهم قصدي؟ يس. اللي هو طب احنا جاهزين للشغل، طب انا مش شغال ليه؟ لدرجه ان هو بدا يشوف ان هو مش شاطر. طب انا كده مش كويس، طب انا ايه، طب. فاهم قصدي؟ الحاجات دي بواجهها من ناس. طب انت بادئ في المجال امتى؟ انا بادئ في سنه 2020. انا بادئ سنه 2021. في تطور اساسا مرعب حصل في السنتين دول على مستوى الريكويرمنت نفسها. القماشه اللي بقت الشركات بتختار منها بقت كبيره. فخلينا نقول ازاي يعني فكره ان احنا الناس تبدا او تلاقي انترنشيب بشكل عام. طيب خلينا بس، انا هتلاقيني باخد نوتس وانا بكلمك، تستغربش يعني. لا تمام كمل. آه، خلينا نتفق خلينا نتفق على حاجه، انه ودي قاعده كده طول ما احنا بنتكلم يعني. الكلام اللي انا هقوله ده مش قاعده في اي حاجه انا هقولها، ودايما انا بحب اقول للناس يعني، سواء بتسمع مني او بتسمع من حد بيتكلم في حاجه زي كده. الموضوع مش قاعده، مش كل حاجه حصلت مع حد تنفع معاك. مش كل اكسبيرينس حصلت مع حد خلاص يبقى هي دي الاكسبيرينس، وانا جربت اللي هو قاله وما نفعش، او لازم اجربه كله. يعني هو مثلا قال 4 نقط لازم تعملهم، انت عملت 3 عادي. ممكن انت عملت 2، ممكن تكون عملت واحدة وتمام معاك. مش كل حاجة بتتقال تنفع لكل حد. مم. فدي بوينت خلينا متفقين عليها. حتى انا بحكي تجربتي في الاخر، وبحكي اللي انا استفدته من تجربتي. خلينا متفقين انه دي تجربتي. في يعني حاجات اتغيرت في الوقت اللي انا كنت فيه. في حاجات هتتغير لسه. فمش قاعدة. فاهم قصدي؟
تمام. آه، فخلينا نقول يعني هحكي الاول انا ازاي اخدت الانترن وازاي دخلت اورنج لاب يعني. آه، انا الحقيقه مقتنع ان الكونكشنز في الكارير بتاعنا وفي اغلب المجالات حاليا يعني من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون معتمد عليها، حتى لو انت لسه بتبدا لسه زيرو، لسه ما عملتش اي حاجه. امم. لازم تكون ازاي تعرف تكون كونكشن، لازم تكون قادر تحافظ على علاقاتك، مش بس كونكشنز بالمفهوم الكبير، يعني لازم اروح مؤتمرات. هو اوكي، ده مهم، بس انت محتاج، احنا شغلانتنا شغاله كوميونيكيشن، فانت محتاج تطور مهاره الكوميونيكيشن بتاعتك. ابسط حاجه ان انت لما تكون مثلا عندك صحاب في الجامعه او صحاب في الدراسه، دول كونكشنز، حاول تحافظ عليهم، تتعلم ازاي تفضل محافظ على الكونكشنز دي. يعني دي لاسباب انسانيه حتى قبل ما تكون لاسباب في الكارير يعني. دي حاجه مهمه جدا وبتفرق شخص عن شخص جدا، ازاي شخص قادر يحافظ على علاقاته دي، العلاقات المفيده ليه يعني. وشخص تاني مش قادر يحافظ على علاقاته، بيخسر العلاقات بتاعته بسرعه. فدي البذره بتاعت الكونكشنز. اوكي. فانا الحقيقه الموضوع بدأ معايا من زمان شويه. موضوع ان انا ازاي قدرت اخد الانترن، يعني هو طبعا مش سبب مباشر، ولكن هو سبب من الاسباب اللي ربنا جعلها علشان اخش في المجال ده. كنت انا زمان الاثنين باشمهندسين اللي انا قلت عليهم في الاول، باشمهندس احمد عباس وباشمهندس امين حسيني، دول عرفتهم بشكل ما يعني في المسجد، كنا بنصلي مع بعض وكده. فانا كنت منبهر بيهم، هم بالنسبه لي رول موديلز يعني. هو وقتها واحد فيهم كان في اتش بي تقريبا، واحد كان في اورنج، فبالنسبه لي يا نهار ابيض اتش بي. ف... فقلت لهم بصوا انا عايز ابقى زيكم يعني. ف... فتمام يعني وخير، وبدات افهم يعني ايه برمجه بقى، وقلت خلاص انا هخش المجال دوت. وبدات ايه، في حد فيهم قال لي طب انت بتعرف تعمل ايه؟ قلت له انا بعرف العب على الفوتوشوب كده، بركب صور وبتاع. قال لي طب انت ممكن تجمع بين الفوتوشوب ده و... والبرمجه او الويب ديزاينر او الويب ديفلوبمنت وقتها، وتبقى ويب ديزاينر. طب هعمل ايه؟ قال لي انت بتتعلم فوتوشوب صح؟ تمام. بعد ما تعمل ديزاين الويب سايت بتتعلم اتش تي ام ال و سي اس اس. قلت له حلو امم. قوي، انا هاجي لك مرتين في الاسبوع البيت علمني اتش تي ام ال و سي اس اس. وفعلا في ثانيه ثانوي كنت بعد الدروس لازم اروح له اقعد معاه يشرح لي اتش تي ام ال و سي اس اس. عملت بروجكت، خلصنا يعني مايلستون كويسه، وعملت بروجكت بال اتش تي ام ال و سي اس اس. طبعا دخلت بعدها في ثالثه ثانوي وخلاص بقى وبتاع، وبعدت عن الموضوع ده تماما. بس انا في بالي ان انا عايز ابقى ويب ديزاينر، انا عايز امم. ابقى ويب ديزاينر. دخلت الجامعه وبدات الموضوع. وقتها يعني كان الجرافيك نجم وساطع شويه، فبدات اروح ناحيه الجرافيك ديزاين اكتر، وتحديدا الانفوجرافيك ديزاين. بدرس، انا كنت بدرس صحافه بيانات، فبدات اعمل انفوجرافيكس، بدات ابقى جرافيك ديزاينر وانا مش واخد بالي. بس بدات افهم انه مش ده الويب ديزاين، يعني انا جرافيك ديزاينر تمام، مش ده الويب ديزاين. واحده واحده بقيت افهم ان مش ده الويب ديزاين. امم. ما الباشمهندس سامي الحسيني في 2017 قال لي ايه يا عم انت عامل ايه وبتاع، وصلت لفين؟ قلت له انا جرافيك ديزاينر. قال لي انت مش كنت عايز تبقى ويب ديزاينر؟ قلت له اه. قال لي طب احنا عندنا انترن يو اي ويو اكس. انا بقول لك عرفته في ثالثه اعدادي، الكلام ده في 2017 فاهم. امم. قال لي طب احنا عندنا فرصه ان عندنا فرصه في الشركه ممكن ارشحك فيها، يعني محتاجين انترن يو اي ويو اكس. قلت له بص هو انا ويب ديزاينر بس ما اعرفش ايه اليو اي ويو اكس ده يعني، معلش. فقلت له لا بس تمام، انا طالما معاك انا تمام اه، يعني يلا يلا بينا. بينا. ورحت بقى قعدت اقرا على جوجل اليو اكس ده. تمام، اليو اي تمام هو ده، بس اليو اكس ده بقى يعني ايه؟ حاولت اقرا كده ايه اساسيات وبتاع. طب تمام يعني هو غالبا ليهم علاقه ببعض يعني، وانا اللي مش واخد بالي. ورحت الحمد لله اتقبلت في الانترن. والحقيقه دي قصه ازاي وصلت للانترن. تمام. والانترن كانت بدايه بالنسبه لي يعني من افضل البدايات اللي ربنا وفقني ليها. بس خلينا بقى نرجع تاني لسؤالك اللي هو انت اصلا ازاي تلاقي انترن، خصوصا في الوقت الحالي، وخصوصا ان انا بحكي قصتي ليه، هي مجرد انترودكشن ممكن حد يستفيد منها، ولكن خلينا نحاول نسيت رولز كده. اوكي. امم. في اتنين محتاجين يروحوا انترن او محتاجين يبداوا في المجال. امم.
حد بيشفت كارير، بيبدا هو اصلا كان في كارير تاني، وانا بعتبر نفسي اللي بشفت، وهقول لك ليه يعني قدام. وحد تاني هو بيبدا من الزيرو، هو ما عندوش اي اكسبيرينس في اي مجال. مم. اوكي. واعتقد التاني التاني سوري، واعتقد التاني هو الاشهر، يعني اللي هو حد بيبدا، هو الراجل خريج جامعه خريج كليه معينه او تفر الكليه يعني، وعايز يروح ناحيه مجال اليو اي واليو اكس ده. فخليني اقول لك تيبس اند تريكس سريعا كده. مم. ممكن يعمل جزء منهم زي ما قلنا في الاول، ممكن يعملهم كلهم، ممكن يعمل حاجه مع حاجه، مش قاعده يعني. مم. آه، اول حاجه انت لازم يبقى عندك تعرف ازاي تدور اصلا مبدئيا، ازاي تسيرش في العموم، سيرش يعني فاهم بيزك كده، ازاي تسال مم. جوجل فعلا. محتاج تعمل ده ازاي؟ مفيش حد هيجي يقول لك ازاي تسيرش على جوجل. انت محتاج مم. تجرب مره واثنين وثلاثه، وتعرف ان الطريقه دي بتوصل لك لنتيجه، والطريقه دي مش بتوصلك، والطريقه دي بتوصلك لنتيجه صح، والطريقه دي بتوصلك لنتيجه غلط. طيب ده محتاج تعمل ايه بقى في الاول؟ محتاج تعرف اصلا انت في انهي حته، تعرف عن نفسك، تعرف انت واصل لانهي حته بالظبط. والله انا مش انا بادئ من الصفر، وماليش اي علاقه بالمجال الديزاين ده باي شكل من قريب، ده ليه بدايه. لا والله انا كويس يعني عندي نوليدج. والله لا انا عندي شويه جربت. اما تعرف ده وانت بتدور بقى على شركه عشان تقدم فيها انترن، هتبقى عارف الشركه دي محتاجه ايه، لان في شركات بتبقى محتاجه انترن هو فعلا عنده خبره شويه، يعني هو بالنسبه لشركه تانيه جونيور للاسف، بس هي في شركات بتبقى طالبه ده. ما اقدرش اقول ده غلط وده صح، لانه احتياج الشركات بيختلف من شركه لشركه يعني. طيب انت بعد ما تدور على الشركه، هتدور فين؟ هتدور على لينكد ان، آه، هتدور على في موقع اسمه جلاس دور. احنا ممكن ابعت لك تنزل مع الحلقه ليست كده بمجموعه مواقع، ماشي، يا ريت. ازاي يا ريت. مواقع بتنزل انترن. مم. طيب وانت بتدور بقى، وانت او قبل كمان ما تدور، لازم يبقى عندك ال ال المينيمم بتاع النولج اللي الشركات اللي انت بتقدم فيها محتاجاها. يعني في الديسكريبشن بتاع اي وظيفه، الانترن دي زيها زي اي وظيفه، هو بوزيشن ما قبل الجونيور يعتبر. طيب في اي وظيفه انت بتقدم عليها بتلاقي في الشركه عندها اكسبكتيشنز كده، عندها توقعات منك، ايه الحاجات اللي هم بيكسبكتوا انها تبقى موجوده عندك. والله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. طيب انا عندي ايه منهم؟ انت بتبدا تبقى تكون النولج دي. نصيحتي وانت بتكون النولج دي ما تطولش في الفتره دي، لانه انت لسه بتبدا. ما ترهقش نفسك بكميه نولج رهيبه، تحس ان انا مش عارف اطبق اي حاجه فيهم. لا، انت خد ريسورس واحد، ركز عليه وذاكره كويس. وليكن مش عايز اقول اسماء كورسات ولا اي حاجه، انت شوف انت يعني اكيد ناس كتير قالت الكورس دي فين، سواء على كورسيرا سواء على يوداستي سواء في اي حته. بس خد كورس من حد انت بتثق فيه، انت عارف، سواء اوف لاين او اون لاين برضو. خلاص انا هذاكر ده. ابدا ذاكر ده كويس، خلصه، كونت نوليدج معينه، ابدا طبعا مارس اللي انت اتعلمته، اعمل كيس، اعمل كيس ستادي، اعمل بروجكت، اعمل حاجه طبق فيها اللي انت اتعلمته بشكل واضح وبسيط. خد عليها فيدباك من اي حد حواليك، حتى لو مش لازم يكون اكسبرت يعني، بس حد يكون خبره اكتر منك. خلاص بدات عملت ده، وانت بتابلاي ده هيبقى مفيد جدا معاك، خصوصا لو انت فعلا انت عارف انت بتابلاي في انهي ليفل بالشركات، فانت بتميت الاكسبكتيشنز بتاعت الشركات دي. مم. طيب انت بتابلاي دلوقتي، بتقدم. عايز اقول بس نوت، الشركات غالبا بتفتح الانترنز في وقتين، في شهر واحد او في اول السنه وفي نص السنه في شهر مم. ستة. آه، مش كل الشركات بتفتح في واحد، الاكتر في ستة يعني. بس غالبا الشركات بتفتح في الاوقات دي، وساعات بتفتح في وقت مش غيرهم عادي، بس الاغلب في الاوقات دي. تمام. بدات تتقدم في انترنز، في شركات اصلا ما بتعملش انترفيو للانترن، انت مجرد ما بتقدم وهم بيريفيو البورتفوليو بتاعك او بيريفيو السي في بتاعك. آه، خلاص بيقول لك تمام تعالى، بيبقى في زي مقابله كده يعني روتينيه، مش انترفيو بالمعنى الحرفي يعني. بيتعرفوا عليك، بيعملوا زي سكريننج كده للناس اللي جايه. طيب تمام، اه ده تمام، ده مش تمام.
امم. بس طيب انت بتقدم والشركات مش بتكلمك، وده اغلب الناس. نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي قلتها في الاول، الكونكشنز. لو انا عندي شخص الاكسبيرينس بتاعته تساوي شخص، يعني اثنين عندهم نفس الاكسبيرينس، بس في واحد فيهم عنده كونكشن جوه الشركه، للاسف اللي عنده كونكشن هو اللي هيبقى ليه الاولويه. آه، مش مش يعني دي مش وسايط خالص، لا، بس لسبب بسيط. هو مبدأ اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، حتى الشركات الكبيره ايوه ايوه، ده عندها حقيقي. لانه انت بتيجي شخص معلش زيرو اكسبيرينس. فانا ايه اللي يخليني اقبلك؟ يعني انت زيرو اكسبيرينس او حتى عندك اكسبيرينس بسيط. ايه اللي يخليني اقبلك لو انتوا الاثنين متساويين في الاكسبيرينس؟ ان حد يعرفك. فانا اقدر لو انت يعني كنت مقصر في حاجه، او كنت مش احسن حاجه يعني لاي سبب من الاسباب، اقدر ارجع للريكومندك ده اقول له يعني انت ريكومند لنا الشخص ده، دايما هيبقى ليه اوثوريتي عليك بشكل من الاشكال، لانه امم. يعمل لك فزي ريكومند. منتور بالنسبه لك في جزء معين يعني. مش يعني ريفرنس. اه هو ريفرنس، اه. الناس تقدر ترجع له لو انت قصرت في حاجه. لو امم. انت مثلا في ناس، في حركه مشهوره قوي، الناس بتقبل في انترن وتختفي. يعني امم. معرفش بيحصل ولا لا، بس دلوقتي يعني، بس ده كان بيحصل ايام ما انا كنت في الانترن. كان في ناس بتقبل تمام، وغالبا بيلاقي شغل مثلا بعدها بشهر ولا حاجه، فما بيكملش الانترن. بص يا عبد الرحمن، يعني في نقطة مهمة جدا ودي بتواجهني أنا بحكم إن أنا بشرح كورسز يعني بشكل كبير. فكرة إن كوميتمنت. الناس أي حاجة مش دافع فيها فلوس ومش شغل فول تايم، فخلاص ما فيش رقابة عليها، ما تضمنش الناس 100% فيه. أنا بواجه ده بجد امبارح. كان في كول مع حد يعني. كل دي كانت أطول من منتورنج سيشن على اي دي ليست. تمام. وكنت بقول فيها يعني منتورنج مع حد بالتليفون. قلت له هي المشكله ان الحاجه جايه لك فور فري. انت لو دافع فيها فلوس كنت هتستنى مواعيدك، وكنت هتعمل كذا وكذا وكذا. هو رد عليا قال لي اه انت عندك حق. انت فاهمني. يس. فهي الناس فعلا ممكن ما تروحش الانترنت، خلاص ده بقت بعيده. والناس بتقدم في اي حته. احنا كنا عاملينه الميت اب الاخير اللي كان في المعادي، مقدم معايا اكتر من 25 واحد مش مصريين اساسا، من سوريا ومش عارف. يعني هو هيبقى اوف لاين وحاطين اللوكيشن، ومع ذلك مقدم ناس من دول تانية، وناس كتير مقدمه من اسوان ومن محافظات غريبه مستحيل يجي. طب انت حتى لو جاي ما تكتبش انك من هناك، يعني قول ان انت فين. فاهم قصدي؟ فلا الموضوع للاسف طالما ما فيش فيه جزء مقابل مادي او الزام شغل فول تايم، ناس شويه بتبقى واخده الموضوع بتساهل يعني. يس. عشان كده كنت هقول لك دلوقتي انه في بيد انترنشيب، يعني في شركات بتعمل انترنشيب بيد. وساعات تبقى انترن 6 شهور مش 3 شهور. ف- امم. فهو يعني كايند اوف شغل في الاخر يعني. فما ينفعش الناس اللي بتابلاي، وهنا يعني نقطه مهمه قوي، الكوميتمنت بيفرق شخص عن شخص. امم. الشخص الشاطر ومش ملتزم بالنسبه للشركات عموما وفي اي ليفل بالمناسبه، آه، مش يعني الشخص الشاطر ومش ملتزم بالنسبه للشركات في اي ليفل آه، مش مرشح على الشخص اللي هو مش شاطر قوي بس ملتزم. الشركات امم. بتحب الشخص الملتزم حتى لو تكنيكال مش اشطر حاجه. دي حقيقه. آه، لانه فعلا يعني ده في كل المجالات. حتى لو لعيب كوره، مش ملتزم على التمرين بس هو لعيب جدا وموهوب، مش النوادي مش بتحبه. امم. ف- فخلينا نكمل يعني اللي احنا كنا بنقوله. فالالتزام نقطه مهمه جدا جدا جدا. انت خلاص قررت تروح انترن، التزم بالانترن. خليك مركز في الانترن، يعني خليك ما تعملش، حاول قدر الامكان لو عندك شغل اعتذر عنه. بالمناسبه دي غلطه انا غلطتها. انا كنت طبعا بشفت كارير. ف فبشفت يعني معايا شغلي كجرافيك ديزاينر وكنت بقبض منه كويس جدا. فاللي هو ما برضه باكل عيش يعني. ف... فكنت ساعات بأثر في الانترن بسبب انه انا شغال فول تايم جوب. يعني مثلا عندي تاسك في الانترن معينه، لا ممكن ما اعملهاش عشان خاطر الفول تايم جوب. خدت بالي من النقطة دي في آخر شهر، ويعني عملت فريز كده للشغل وخدت أجازة بدون مرتب علشان خاطر أقدر أحقق أحسن استفادة من الانترن يعني. بس يعني في حاجات كتير قوي عرفتها متأخر.
عرفتها مم. فعلا. ما كنتش اعرف ان انا المفروض اعمل كده، وما كنتش اعرف اصلا ازاي احقق اقصى استفاده من الانترن. وخلينا نيجي للسؤال ده بعدين يعني. طيب انت طيب بتابلاي. قول، خليني كمل اكمل. كمل. انت بتابلاي وعندك نوليدج معينه. حلو. مم. ابدا بقى اتحرك ابعت على لينكد ان، ابعت ميلز لشركات. انت عارف ان الشركه دي ما تكتفيش مثلا بان انت تابلاي على لينكد ان، ايزي ابلاي، تشيك تشيك تشيك، خلاص دن. طب وبعدين ما انت في زيك 100 و200 واحد مقدمين بنفس الطريقه. فحاول لو انت تعرف حد في الشركه كلمه دايركت عادي، حتى لو تعرفه من بعيد ابعت له بشكل اوفيشال. حتى يعني لو انت خلاص ما قدامكش حد، وانت خدت مثلا خدت ستيب 1 في البوزيشن او في الانترن، كلم حد من الشركه اساله انا بعمل كذا 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 ومقدم في الشركه عندكم، طيب هل ده مفيد ليا؟ ده واي اوف كونكشن برضو يعني. في الاخر الراجل ده انت هتكلمه، هيبقى كونكشن ليك بعدين، حتى لو ما اتقبلتش المره دي ممكن تتقبل تاني. مم. اخر حاجه، اخر خطوات انت لازم تكونسيدر يعني، انزل على الارض. يعني لو في جوب فيرز مثلا، في الشركات ساعات بتعمل ميت ابس. انا استفدت جدا من الميت ابس في 2018 2017 كنت بتحرك على الارض اكتر. في كذا شركه كانت بتعمل ميت ابس كنت ببقى موجود فيها، بتعرف على الناس. تمام، انا بعمل كذا كذا كذا، وبعرف اعمل كذا، وبفكر اشيفت من جرافيك ديزاين ليو اكس ديزاين. عايز اعمل ده، هل عندكم بوزيشن؟ بتكلم مع الناس. الكلام ده مش هيجي لك يعني. انت لو ما اتحركتش، الكلام ده مش بيجي لحد عندك. مش هتلاقي حد مم. بيكلمك يقول لك ايه ده انت بتفكر تشيفت، طب ما تيجي عندنا. لا لا، مفيش حد يعمل كده. انت ممكن تلاقي ده في بوزيشن معين يعني، وانت سينيور مثلا في مكان معين، الناس هتكلمك وتيجي تقول لك ايه ده ما تيجي تشتغل عندنا، والله ده احنا عندنا opportunity الفلانيه. فما تستعجلش على ده. في الاول انت محتاج تروح للشركات، محتاج تروح للفرصه. الفرصه مش هتجيلك لحد عندك. مم. آه، بس انزل جوب فيرز، انزل شوف لو في مثلا كارير سامت او في حاجه زي كده، اتحرك. آه، الموضوع برضو مش يعني ما تبقاش اوفر بالحاجات دي، اللي هو ايه انت بقى ما بتعملش حاجه في حياتك غير انك بتنزل ايفنتات. لا برضو مش للدرجات دي. بس خليك موازن يعني، خليك عارف مثلا اتحركت في الاتجاه الفلاني، تمام، لسه ما جابش نتائج، فخلاص باخد الاتجاه الفلاني. بتتحرك في كل الحاجات دي بقى بارل مع بعض، ان شاء الله ان شاء الله يعني هيجي لك اوبورتيونيتي. يعني خلينا، قول، كمل بالظبط. كمل الحته دي. خلينا نروح للسؤال بتاعك. لا لا لا، خلينا نقول ترتيبه كده بسيطه. يعني انت وضحت اكتر من نقطه، فكره ان هو يشتغل على اكتر من واي، فكره ان يكون هو ليه تواجد اونلاين، او تواجد بالكونكشنز بالناس اللي موجوده على لينكد ان، وفي نفس الوقت ينزل اوفلاين. وفي نقطه مهمه كنت حتى في الحلقه الاخيره مع عمرو اسماعيل، اللي هو كان فاوندر ايرس اكس. فعمرو كان بيقول لي انا في ناس لما بتبعت لي من غير احنا ما بنكون اعلنا بنعينهم في الشركه، لمجرد ان هم عايزين يشتغلوا معانا او اختاروا الشركه عشان يشتغلوا فيها. انا ففي عملت طرق كده. كتير. بس انا عملت كده فعلا لما خرجت من الجيش. كنت يعني عليا هيدك كبير جدا، عايز اشتغل عايز اشتغل. وخد بالك انا خرجت وانا بشيفت يعني، خرجت امم في وقت يعتبر ده كان البيك بتاع الشيفتنج بتاعي. امم فقعدت ابعت يعني شفت الشركات اللي انا مهتم فعلا اشتغل فيها، مش لازم اقول بقى اسماء يعني حاليا. وبعت لهم ميلز، بعت لهم على لينكد ان، طيب انا اوبن لحاجه زي كده، لو انتوا عندكم اوبورتيونيتي عرفوني. في ناس ردت عليا، في ناس رحت انترفيو بالفعل. في ناس ما عبرتنيش عادي. في ناس كلموني بعدها بسنه قالوا لي في اوبورتيونيتي، بس طبعا ما كنتش مهتم. آه، فيعني في الاخر يا ايمن في ايه بتقول وليس الانسان الا ما سعى. فعلا فعلا. لسه كنت انت بشوف فيديو عنها النهارده، بس تمام. فعلا الآية دي لخصت كل حاجة. انت اسعى وما تبقاش بقى شاغل بقى اللي هو انا، طب انا بسعى بقى لي شهرين وما فيش يعني. ما انت لسه رزقك ما جاش. هي في الاخر دي ارزاق متقسمة. انت مكتوب لك تروح الوقت الحاجة الفلانية في الوقت انت مطالب بس بالسعي. فانت مم. اسعى، خد بالاسباب، وربنا بيكرم يعني، والله الحمد لله. الحمد لله. طيب انا دلوقتي تمام، رحت قدمت على انترنشيب ايا كان الواي اللي مشيت فيها، وتمام رحت الانترنشيب النهارده. انا اول يوم في الشركه بكره الصبح
اول يوم في الشركه، اعمل اوكي. ايه؟ استفيد ازاي بقى من الحته دي؟ طيب حلو جدا. أه هحاول اقولهم بسرعه وبعد كده نتكلم في التفاصيل يعني براحتك. أه في الاول حاول تبقى صاحي لكل حاجه، يعني مركز بشكل عام. مركز انه دلوقتي احنا بنعمل كذا، دلوقتي بنعمل كذا، دلوقتي بنعمل كذا. المفروض ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. مركز انت محتاج ايه، يعني قبل ما تروح كده اكتب في ورقة انت بتكسبكت تتعلم ايه من الشركة، ايه الحاجات اللي انت محتاجها. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب ليه بقول لك اكتب انت محتاج تتعلم ايه؟ علشان على نص الانترن كده او اخر شهر في الانترن، بص على الورقة دي، لو انت ما اتعلمتش اغلب الحاجات اتحرك بقى انت ناحيه ان انت تتعلمها. زي مثلا انا والله عايز اتعلم ان انا اشتغل على بروجكت مثلا، اجرب فيه حاجه معينه، او اشتغل على اكتيفيتي معينه مثلا انا ضعيف فيها، او محتاج اسال سينيور فيها مثلا. طيب انت ده لو اكتشفت في اخر شهر انك ما عملتوش، اتحرك انت روح للسينيور ده قول له والله يعني انا كنت محتاج اعرف اكتر عن النقطه الفلانيه واحنا ما اتكلمناش فيها. امم. محتاج لو انتوا شغالين على بروجكت في حاجه زي كده انا محتاج آه، يعني اجرب ده. برضو خليني اقول لك حاجه بمناسبه السينيور او كده. من اكتر الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتدور في الشركات، لازم تتاكد بشكل من الاشكال ان الشركه فيها ديزاين تيم على الاقل اتنين. امم. يعني ممكن واحد، برضو لو واحد سينيور شاطر ممكن، بس على الاقل اتنين ديزاين تيم علشان تقدر انت كانترن تستفيد. لان للاسف في شركات بيبقى اصلا عندها ديزاينر جونيور مثلا، او اصلا ما عندهمش ديزاينرز، يقول لك هات حد انترن. ليه؟ هو عايز يوفر صريحه، يعني بجد هو مش عايز يعمل اي حاجه غير انه عايز يوفر. امم. دي مش احسن شركه تكون موجود فيها غالبا، لانه انت بالشكل ده انت رايح جونيور بس ببلاش بس. امم. وانت ممكن تستك، وغالبا مش هيبقى في حد يعني ترجع له او تستفيد منه دايركت. والموضوع بقى انت نفسك هتزهق. طب انا طب هي دي بقى الانترنز بقى اللي بيقولوا عليها، ما انا رحت انترن وما استفدتش حاجه. ويبدا يحصل لك كده ايه شويه صدمات كده، يخليك اصلا تعيد حساباتك، هل انا دخلت المجال ده اصلا صح ولا انا دي عشان حقيقه. ده انا بيجي لي السؤال ده كتير، انا رحت اه انترنشيب وما اه استفدتش وما عملتش. وحلو قوي يعني، حلو النقطة دي. خلينا نتكلم في ليه أصلا الناس بتتراجع بعد أول كام شهر من امم. آه يعني فكرني بالموضوع ده، ليه الناس أصلا ماشي. ما بتكملش في المجال فعلا؟ دي ليه حقيقه. الناس بتدخل المجال وهي متحمسة جدا، وطبعا ده أنا طول عمري بحب اليو إكس ده، ويخش 3 4 شهور كده وتلاقيه بقى ركن. امم. آه طيب خلينا نكمل في أنت خلاص اتقابلت في الانترن. امم. أول حاجة زي ما قلت لك اكتب أنت هتستفيد إيه. والله انا هعمل واحد اتنين تلاته اربعه. طيب تاني حاجه ركز في الانترن. زي ما قلت لك خليك لو انت عندك فول تايم جوب او عندك حاجه تانية، حاول بقدر الامكان يعني تكون مركز في الانترن. بس في وقت الانترن اعمل كوميونيكيشن بقى يا معلم. انت في شركه فيها كل البوزيشنز، او فيها مثلا على الاقل 30 40 موظف. آه، حاول بقدر الامكان وبشكل طبعا يعني في ادب ان انت تبدا تكون علاقات. دي فرصه ذهبيه، خصوصا لو انت شخص فعلا شاطر، هتلاقي الناس لوحدها عايزه تتكلم معاك. طيب انت كويس، انت معانا هنا انترن، خليك لطيف، جاوب الناس، تفاعل مع الناس، ما تاخدش جنب. مش عشان انت اصل انا بقى ما حدش عارفني في الشركه دي فانا تمام، يعني انا بروح كل يوم والله. مثلا كان في حد قال لي مره ان هو كان انترن، وكان انا عارف ان في ريموت انترن، انا عارف ده وافشنسي وفي ناس بتستفيد منها تمام. بس انت لو عندك فرصه تنزل المكتب ما تنزل المكتب. امم. يعني مستعجل على الريموت، ما انت هتشتغل ريموت. انزل المكتب واحتك بالناس فعلا ليها، انت هتستفيد خصوصا في الوقت اللي انت بتجين فيه اكسبيرينس زي دي. انزل المكتب اتكلم مع الناس. خليك طبعا يعني خليك عارف امتى تكلم الناس وامتى ما تكلمهمش، ما تضيعش وقت حد الكلام ده. بس ده هيفيدك جدا. اخر حاجه التزم بقى بتاسكات الانترن.
واي حاجه تتقال لك عليها اعمل اكتر منها. يعني هو لو قال لك مش عارف اعمل، احنا النهارده شغالين على كذا كذا كذا، دايما انت زود حاجه. ده هيفيدك في حاجتين، طبعا انت هتستفيد خبره، ثانيا اغلب الشركات بتبقى عامله انترن عشان تختار منها حد يتعين في الشركه. امم. فانت فعلا لو مركز وشخص بتحاول تعمل اللي عليك وزياده، غالبا هيكون ليك فرصه ان انت تتعين في الشركه، وسواء اتعينت او ما اتعينتش انت استفدت. جميل. آه، بس دي اغلب الحاجات اللي انت تقدر تركز عليها من اول الانترن تكون اوير بيها. واخر حاجه برضه قبل ما انساها، يعني حاول تدوكيومنت وتكتب كل اللي بيحصل معاك. يا عم بلاش يوميا، اسبوعيا. وصديقي اللي دايما بينصحني بالنصيحه دي بصراحه بحبه، يعني احمد رمضان. وبتعلم ده منه. يعني احمد رمضان بيدوكيومنت كل حاجه هو بيعدي عليها. طبعا مش هقول لك ده هيفيدك قد ايه، انت ممكن وانت بالدوكيومنت تقول ايه ده، انا هستفيد ايه يعني لما اكتب ان انا عملت النهارده وعملت ميتنج مع فلان ورحت عملت كلمت فلان في الموضوع الفلاني. اكتب بس وهتستفيد. اكتب وهتستفيد بعدين، حتى لو انت دلوقتي مش شايف ان انت بتستفيد في ده من يعني بالشكل ده، هتستفيد بعدين. هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك بقى بعد كده بتكتب كيس ستادي بترجع للكلام ده. هتلاقي نفسك انت نفسك طورت مهارة الستوري تيلينج عندك من الكتابة. في فوائد كتير. دايما حاول تدوكيمنت على قد ما تقدر، لو مش تقدر يوميا خليها اسبوعيا، خليها دايما بتطلع هايلايتس كده، انت استفدت ايه، انت عملت ايه. بس يعني دي الحاجات اللي انت محتاج تركز عليها فعلا وانت انترن عشان تضمن احسن استفادة. عظيم جدا يا عبد الرحمن. يعني انا متفق معاك قولا وموضوعا في موضوع الدوكيمنت ده. يمكن كانت مشكلتي معاه على نطاق اكبر من الوظيفه خالص. كنت في الشركه مع التيم معايا في 2017 و18، لدرجه ان انا يعني جبت حد يعتبر HR بس هو بمهام دوكيومنتيشن. انا عايزك قاعد على الدرايف، وظيفتك انك تدوكيمنت الميتنجز بتاعتنا والميلستونز وتوزعها على الناس، بس ما تعملش حاجه تاني. دي نقطة مهمة جدا بصراحة. أنا مفيش حاجة ستيكي نوتس في كل حتة، دوكيومنتيشنز، أونلاين نوتس، أي حتة في أي مكان. فعلا سواء استفدت منها دلوقتي او استفدت منها بعدين، هي بتفرق فعلا يعني. يعني أنا عايز أقول لك آخر نقطة في مهما عملت. الجزئية دي. أنا استفدت منها وأنا بعمل يعني حتى السي في بتاعي، فاهم؟ اللي هو لو أنت بتعمل السي في نفسه، طريقة سردك للديسكريبشن بتاعت الوظيفة اللي أنت بتعملها بتفرق كتير جدا. تلاقي نفسك كل حاجة حاضرة في ذهنك انت عارفها. امم. طبيعي يعني احسن طبعا ما تسجل ده في ذهنك انت، يبقى ذهنك فيه كل الحاجات وكل الاكسبيرينس اللي انت مريت بيها. فده هيفرق يعني. طيب عظيم. في نقطة مهمة جدا بقى، وأنا شفتها موجودة. يعني في ناس كتير بتبدأ شغل من غير ما تنزل تدريب، أو ما تمر بمرحلة التريننج بشكل عام، أو الانترنشيب. فهل ده ممكن يحصل؟ إزاي أنا أجهز نفسي للشغل على طول من غير ما أمر بمرحلة الانترنشيب؟ جميل قوي. طيب خلينا بقى نبدأ من في ده بشكل مختلف، ان احنا نقول ان احنا قدمنا في كل الانترنز وما اتقبلناش. خلاص، حلو. ما تمام. احنا الانترنز دي مش جايه معانا. تمام. هنعمل ايه بقى؟ خلاص انت ما تفقدش الامل عادي. ما هو اصل الانترن دي يعني في الاخر الناس اللي بتبدا في المجال اكتر بكتير من البوزيشنز بتاعت الانترن، فاستحاله كل الناس اللي بتبدا تخش المجال عن طريق الانترنشيب. مم. طيب ابدا. انا زي ما قلت لك انت بتتحرك بارل، عملت كيس ستادي، عملت شغل معين. ابدا بقى كون اكسبيرينس تاني، عيد نفس السايكل تاني، روح اعمل بروجكت تاني مع نفسك. تمام، قدرت تعمله، يعني اتخرجت بروجكت، خد عليه ريفيو من حد. خلاص، ارفع البروجكت ده، حطه في البورتفوليو. واحده واحده، دي اكسبيرينس انت بتكتسبها، اللي هي غالبا ممكن تكون كنت هتاخدها في الانترن برضو، بس في منتور عليك او منتورز بقى في الانترن بيظبطوا الجزء ده وبيتابعوك فيه. فانت ما قدرتش تعمل ده في الانترن، اعمله بره. مم. أه... تبدا بقى تجهز ده، وخليك دايما ابديتد. يعني دايما ابديتد، لانه بلاقي ناس هي عملت مثلا تو بروجكتس، خدت كورس عملت فيه تو بروجكت، بتقدم بيهم مش بيتقبل. طب ما تعرف انت مش بتتقبل ليه؟ مم. يعني حاول تعرف، خد فيدباك. احنا اساس شغلنا موضوع الفيدباك ده.
انت بتبني كل حاجه تقريبا في الديزاين، بتعمل اتريشنز بناء على فيدباك. طيب انت ما تمارس ده، ان انت جرب تاخد فيدباك وتطبقه في الديزاين بتاعك، طبقه في الكيس ستادي، طبقه في طريقه عرضك للشغل بتاعك. دايما يعني ما تقولش ايه انا عملت الديزاين وعملت الشغل وبعته كذا مره وما ما اتقبلتش وخلاص وقفت هنا. لا، هو ما اتقبلش عشان في اسباب. حاول توصل للاسباب دي بقى باي شكل من الاشكال، تاخد راي ناس اقدم منك في المجال او عندهم خبره اكتر منك. آه، تحاول مثلا انت تكلم الناس اللي انت بعت لهم، تاخد منهم دايركت فيدباك، وده صعب للاسف. يعني الشركات مش بتدي في الامانه، يعني الشركات اغلبها مش بيدي فيدباك مفيد بشكل يعني يفيدك تقدر تبني عليه iteration واضح. بس انت بتعمل ده، بتحاول تعمل ده لحد ما بتلاقي حاجه من الاثنين. يا اما بتلاقي حد كلمك خلاص انت كبوزيشن جونيور على طول. ودي اعرف كذا حد حصلت معاه عادي، هو بدأ يبني كيس ستاديز بقى عنده مثلا 2 3 كيس ستادي. طبعا انا مش هخش في تفاصيل ازاي تبني كيس ستادي حقيقيه فعلا، مش مجرد رص كلام ورص بروسيس 1 2 3 4 5. يعني الموضوع ده قتل بحثا يعني. آه، فانت بنيت بورتفوليو بيحكي عن الاكسبيرينس بتاعتك اللي هي ولتكن 6 شهور لسنه. حاول بقى خلاص انت بقالك مثلا سنه بتحاول، ابدا ابلاي كجونيور. اوكي، وخد فيدباك انت ليه مش بتتقبل كجونيور. مم. انت عملت دلوقتي ايه؟ عملت ابجريد لنفسك من بوزيشن الانترن لبوزيشن جونيور بشكل ما، ولكن يعني انديفيدوال كده. انت بنيته على فيدباك من هنا، على فيدباك من هنا، على فيدباك من هنا، وبدات تطور من نفسك. لو عملت كده غالبا هتلاقي بوزيشن كجونيور. برضو البوزيشنز كجونيور قليله للاسف، بس انت دور. برضو من الحاجات اللي بتفيدني او اللي فادتني يعني وانا ببدا، ان انت لو عندك فرصه ان انت تشتغل بروجكت مثلا لمكان خيري، اعمل ده. انا فعلا استفدت بشكل شخصي من ده. ويعني حاولت اعمل يعني تحديدا وانا جرافيك ديزاينر عملت شغل لكذا مكان خيري، مش يعني مش هدف للربح. حطيته في البورتفوليو عشانه جالي شغل. اوكي، مم. فانت لو في فرصه قدامك ان انت تعمل ده كيو اي يو اكس ديزاينر او برودكت ديزاينر وانت جونيور، اعمل ده. حاول تبدا تجرب تفريلانس حاجات ممكن يجي لك، سواء بقى بالدايركت كونكشنز او ويب سايتس مثلا زي ويب سايتس فريلانس كتير جدا. كل دي طرق انك، كل الهدف من اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ان احنا بس عايزينك تبراك الجزء اللي انت اتعلمته. انت اتعلمت نوليدج، ما تسيبهاش متخزنه عندك، مم. مارسها. هتقعد تتعلم نوليدج، وده هنجيله دلوقتي الحته بتاعت ان انت تقعد تذاكر 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 عشان وقت في الفخ ده وانا ببدا يعني. وخلاص بتبني نوليدج نوليدج نوليدج، تيجي بقى تنزل تشتغل، ايه ده؟ ايه يا شباب ده؟ فين اللي انا اتعلمته؟ فلا يعني، انت ابدا خلاص، كونت نوليدج كويسه، خدت كورس على بعضه، كون بقى عندك البيزكس. ابدا مارس ده، علشان كل ما تمارس كل ما هتلاقي مكان تحط نوليدج اكتر. كل ما مم. تمارس كل ما هتلاقي مكان. طول ما انت مش بتفضي النوليدج دي وبتكونها على بعض كده مش بتستفيد بيها. وغالبا مم. هتوصل لمرحله انت اصلا مش عارف تاخد نوليدج تاني، حاسس ان انت تمام. انا تمام يا جماعه، انا عارف كل حاجه. لحد ما تبدا تمارس تحس بقى ايه ده، انا مش عارف. أه طيب انت دلوقتي بدات بقى تابلاي، هتلاقي غالبا فرصه سواء فريلانس، سواء بدات تمارس ده، بدا يبقى عندك شغل حقيقي مش بس مشاريع انت مجربها مع نفسك. هيبدا يبقى عندك مشاريع. طيب في حد هنا بقى بيشفت كارير، وده اصعب من الشخص اللي بيبدا ومش لاقي بوزيشن. الراجل اللي بيشفت كارير ده هو اصلا عنده شغله، فهو لو مش هيلاقي بوزيشن خلاص غالبا هيبقى صعب ان هو يعني اللي هو ايه. تخيل معايا واحد مثلا بيشفت، ده حصل معايا انا شخصيا يعني. انت بتشفت تاخد اكس، انت حتى مش لاقي بوزيشن جونيور يعني بنص اكس. مم. فانا انا شخصيا عملت ايه؟ بدات بالشركه اللي انا فيها، رحت لهم قلت لهم يا جماعه انا راجل بتعلم دلوقتي يو اي يو اكس. انتوا عندكم شغل يو اي اكس؟ انا دي ماركتنج ايجنسي وانا شغال جرافيك ديزاينر. اوكي،
او يعني يعني مين لي جرافيك ديزاين، اللي هي جرافيك وفيجوال يعني. دي كانت الايجنسي اللي انا اشتغلت فيها بعد الانترن. انا يا جماعه عندي اكسبيرينس معينه اللي هي الانترن، وحاولت وتعلمت الكورس الفلاني والكورس الفلاني، وانا بشفت اليو اي يو اكس ديزاينر. عندكم يو اي بروجكت في الاول لا وبتاع، وركز في الجرافيك اللي انت بتعمله وبتاع، لحد ما جه كلاينت عايز يو اي بس يو اي. انا بروح ابيلد يو اي، والله ما فيش اي يو اكس عشان الناس بس. كنت دخلت مره ديبيت مع حد انه ازاي يعني ابدا من غير يو اي. يعني ما تبدا، يعني ابدا حط نفسك في الكارير باص، هتلاقي نفسك بتشتغل بقى يو اكس، وهتلاقي نفسك ابدا باللي تقدر عليه. ما تستناش دايما اللي هي الايه، انا بقى ذاكرت كذا وكذا وكذا وكذا، فانا مستني بقى شركه بتعمل كذا وكذا 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 علشان ابدا، غير انا كده انا مش انا أنا هتبدأ. بواجه ده كل يوم والله يا عبد الرحمن. لا، مفيش كذا وكذا وكذا وكذا، ده انت مش تبدا كده كده، هتفضل قاعد تذاكر وتبني نوليدج ومش هتبدا. م. فانا رحت للشركه قلت لهم والله يا جماعه انا بعمل واحد اتنين تلاته. حصل معايا والله زي ما بقول لك كده بالظبط. الراجل قال لي طيب ماشي، انا في بروجكت معايا، انا عارف ان هو واخد مبلغ كبير جدا فيه، عايز اقول يعني، و... وقال لي لا بس انا انت لسه جونيور ولسه بتبدا، فانت هتشتغله ببلاش بره وقت الشغل. فللاسف وافقت يعني. ومش للاسف، بالعكس، ده هو ده البروجكت اللي حطني في الكارير اللي انا فيه فعلا بشكل تطبيقي. انا كان بقالي بقى سنتين بقى او سنه مثلا بعد الانترن بذاكر. طيب هعمل ايه يعني؟ عمال اذاكر وفعلا بقى عندي نولج. طيب محتاج اطبق ده. فقلت له خلاص تمام، خدت البروجكت ده، اتعلمت كل حاجه، عمال اروح افتكر اللي انا ذاكرته واطبق، افتكر اللي انا ذاكرته واطبق، اروح اشوف الفيجوال في ايه وايه وايه اخد بالي منه. طيب اليو اي هنا المفروض اكون مركز على ايه، كل حاجه. كنت بخلص شغل واطبق للصبح. كنا شغالين اياميها ريموتلي تقريبا او حاجه في بدايه الكورونا خالص، 2020. وابدا اطبق لحد ابدا اخلص البروجكت. خلصت البروجكت الحمد لله، خد ابروفل. وانس ان البروجكت ده خد ابروفل، الشركه جالها 3 4 بروجكت. ساعتها بقى انا قلت له ايه، لا خلاص الابو بلاش خلص. انا لو هشتغل البروجكتس الثانيه، هو دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت فاليديشن ليا. الراجل ده مش عارف انا كنت فعلا هعرف اشتغل ولا لا، صح؟ فانا عملت كده، بقى معايا يعني ايه، عارف، بروف اوف كونسبت كده. قلت اهو يا باشا انا بعرف اشتغل، انا ذاكرت وطلعت بعرف اشتغل. فلو هنشتغل مع بعض تاني يو اي ديزاينز، انا بشتغل اليو اي بكذا. اي نعم طبعا ما خدتش كذا بس ده تاني بروجكت خدت فيه فلوس. تالت بروجكت طبعا بقى جزء من شغلي خلاص. يعني الدنيا مشيت ومشيت من الشركه. رحت مكان بقى، انا كنت في الشركه دي ايه، جرافيك ديزاينر، بعمل شويه ايه، يو اي كده، صح. ده الشيفتنج بقى بتاع حد انا يعني شايف ان ده ممكن حد لو هو اوريدي شغال في هي كارير. المرحله الاصعب من وجهه نظرك دي؟ اه بالظبط، اصعب من انت تكون بتبدا اصلا كحد ما عندوش اكسبيرينس. م. لان الشركات متصالحه عادي مع حد ما عندوش اكسبيرينس، وانت شخص ممكن تبدا عادي وانت ما عندكش كده كده شغل، فانت عندك الفرصه انك تبدا من الصفر عادي. انما شخص شغال وبيشفت، الموضوع بيبقى اصعب عليه شويه. م. بعد ما كنت في الشركه جرافيك ديزاينر بعمل شويه يو اي، رحت شركه تانيه يو اي يو اكس ديزاينر بس. يعني لو احتاجناك في الجرافيك ابقى اعمل لنا شويه جرافيك. شفت ده الشيفتنج بقى. م. وانا وافقت برضو. يعني ايه ده؟ ازاي يعني؟ ايه انت يو اي يو اكس ديزاينر وتعمل جرافيك؟ ازاي توافق على الحاجات دي؟ يعني ده الشيفتنج. دي ضريبه ان انت بتشفت من مجال لمجال. خليك متصالح مع ده، عارف ان ده مش احسن حاجه، وعارف ان ده مش البيست كيس سيناريو اللي الناس كلها بتحلم بيه. طبيعي، انت بتبدا، واحنا خلينا واقعيين عارفين وضع السوق في مصر عامل ازاي، فبنتعامل مع الواقع مش مع الاحلام. طيب رحت الشركه الثانيه واحده واحده. قال لي لا لا لا، سيبك بقى من الجرافيك، احنا هنجيب لك جرافيك ديزاينر، انت تركز بقى. برضه تاني بروف اوف كونسبت، ليفل اب. م. انت اثبتت له ان انت مش بس حد بيعرف يعمل شويه يو اي، لا انت راجل يو اي يو اكس ديزاينر. بدل ما كنت مركز اصلا على اليو اي يو اكس والجرافيك، لا انا بدات اشتغل يو اي، بدات اعمل فعلا يو اكس
ريسيرش محترم، بدات بقى خلاص حطيت نفسك، خلاص اثبتت للناس كلها او اثبتت للي شغالين ان انت خلاص انت فعلا الراجل ده يو اي يو اكس ديزاين، مش حد لسه بيتعلم فينا. مم. محتاج تثبت قوي الحته دي. آه، وخليني اقول لك والله الشركات فعلا محتاجه ناس. يعني الشركات النيد اللي في السوق ما يسمحش خالص للشركات ان هم يتبطروا على الناس ويقولوا بقى لا لا اصل ده مش 100% بيرفكت واحنا لا، الشركات فعلا محتاجه ناس، ومحتاجه ناس بتحاول، محتاجه ناس شاطره عندها النو هاو، يعني عندها قادره تعمل وتمارس ده بشكل عملي وتثبت نجاح. فانت لو اثبتت ده فيش، حتى لو في الشركه اللي انت فيها اللي انت اللي هي اصلا انت كنت شغال فيها بوزيشن تاني غير اليو اي اكس، غالبا لو هم اول ما بيحتاجوا حد هيدوروا عند في اللي عندهم. مم. ليا صديق تاني برضو كان شغال اصلا كونتنت كريتور، هو قرر ان هو عايز يشفت لبرودكت مانجمنت من كونتنت كريتور. هو حاليا سينيور برودكت مانجر في شركه كبيره. وقتها كان بيبدا في شركه كونتنت كريتور، قعد سنه ولا سنتين كونتنت كريتور، بدا واحده واحده يخش جوه الشركه كانترن برودكت مانجر. هو كان كونتنت كريتور بياخد موضوع سالري. الشيفتنج ده مشهور عندنا الشركه. ناس كتير بتيجي بص يعني ايه، يعني في ناس جت شفتهم امبارح يوم الاحد امبارح، جايين من الكاستمر سبورت داخلين في التستنج في الكيو سي، فاهم؟ اوكي. طلعوا كانوا بياخدوا كورسز من 3 4 شهور والشركه بتتابعهم وتعينوا امبارح. انا شفتهم امبارح يوم الاحد. فاهم قصدي الفكره اللي هو ايه؟ موضوع الشيفتنج ده موجود جوه الشركه كتير جدا، جوه كل شركه عامه. انا اديك مثال واقعي يعني. بالظبط كده. ف يعني نقطة مهمة فعلا، وابدأ بالشركة اللي انت فيها هتلاقي فيها فرصة. مم. وانت زي يعني غالبا انت اولى، هو نفس المبدأ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش يعني. فاهم. لو انا دلوقتي يعني خلاص يعني هنعتبر ان عبد الرحمن بيعمل هايرنج لحد جديد، وحد الجديد ده راح اكس من الناس، راح النهارده اكس ده قلقان وعنده شويه رهبه كده وخوف. انا داخل الشركه ومتوتر. فلو هندي جايد كده عن الحته دي، ازاي اتخطى حته الرهبه اللي موجوده في اول يوم شغل؟ مش ان انا استفيد ازاي، لا انا بتكلم عن حته الرهبه. اتكلمنا عن موضوع يس. الاستفاده ازاي، لكن فكره الخوف والقلق بقى يعني اتخطى ازاي حته القلق اللي تكون موجوده في الاول. يمكن انت قلت جزء منها وهو الاختلاط بالناس والتعرف عليهم بود كده بشكل كويس، ولكن حته الرهبه تروح ازاي؟ بص خليني ارجع لسؤال، بس قبل ما نتكلم في الجزئية دي خليني ارجع لسؤال اللي هو بتاع ليه الناس اصلا بتشفت للمجال وتمشي منه، او تقف تقول بقى انا وقفت وخسرت شغلانتي القديمه، او خسرت كاريري القديم، وفي نفس الوقت دلوقتي انا واقف كده مش عارف اتحرك. او حتى بيبقى عندها خوف من الجزئيه دي. امم. انا اكيد ده في اسباب كتير، وفي اسباب شخصيه بتفرق من شخص للتاني، ولكن انا مقتنع ان في سبب مهم جدا. ما ارجوك اوعى تشفت علشان شايف الكارير سهل، وسهل تقبض بالدولار، وسهل تعمل منه فلوس، والكارير ده فيه فلوس كتير احسن من الكارير. اوكي الفلوس مهمة كل حاجة، وكلنا بندور على فلوس في اي شغلانة اكيد، ده احنا بنشتغل عشان ناكل عيش يعني في الاخر. آه بس فعلا النقطة دي الناس بتشفت فاكرة ان هي من اول يوم هتلاقي الدنيا سهلة، وهتلاقي بقى ده انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيعني هقبض بالدولار، انا رايح اقبض بالدولار دلوقتي سلام. مفيش كده. وحاجه تانية، انت اي كارير بتبدا فيه لازم بتبدا من الصفر. حتى لو هو الناس انت شايف الناس بتقبض بالدولار هناك، بس انت لسه محتاج تبذل شويه مجهود عشان تقبض بالدولار. ما في يعني هتسمع هو الناس بيحصل لها ايه بالظبط يا ايمن؟ الناس بتبدا تسمع من صحابها السالاريز، ده فلان بياخد كذا كذا كذا، يا نهار أبيض، شغال ايه ده؟ شغال يو اي يو اكس ديزاين. طيب خلاص انا ايه؟ انا جرافيك ديزاينر ايه يا عم؟ ده انا باخد كذا، انا هبقى يو اي يو اكس ديزاينر. ده كلم صاحبه قال له يا صاحبي انا عايز ابقى يو اي يو اكس ديزاينر. معلش انا هبقى صريح شويه في الحته دي، بس ده حاجه جميله، يعني حاجه جميله فعلا انك تشفت. انا بساعد ناس كتير تشفت كارير. بس بسأله سؤال مهم قوي، انت الاول خليك عارف ايه الكارير اللي انت بتشفت ليه، وعارف صعوباته.
ومتصالح معاها قبل مميزاته، علشان تستحمل بقى الصعوبات دي قصاد اللي انت عايز توصل له. لو انت فعلا مؤمن ومقتنع باللي انت عايز توصل له في الكارير ده، او انت داخل الكارير وعايز توصل لحاجه معينه فيه، هتقدر بقى تستحمل بقى ريجكشن ميلز، وهتستحمل ان انت تقابل مدير رخم، وهتستحمل ان انت تقابل واحد صاحبك مش بيساعدك، كل الصعوبات اللي هتقابلك عادي. انت في الاخر ماشي ناحيه حلمك، ماشي ناحيه هدف انت عايز توصل له. انما لو انت ما عندكش الهدف ده، وكل هدفك من الموضوع انت بتشفت بس عشان هنا انت كنت بتاخد اكس وهنا بياخدوا 2 اكس، صدقني انت افيد لك تركز في مجالك اللي انت بتاخد فيه اكس ده، هتاخد فيه 2 اكس. انت لو ركزت في اي مجال يا ايمن، اي مجال حد متميز فيه هياخد فلوس حلوه، اي مجال دي صدقني. حقيقة. يعني مش عايز اضرب مجالات عشان ما بقولش انه ده يعني مجال اقل من مجال، بس فعلا فعلا انت خليك مميز في مجالك اللي انت مقتنع بيه، بدل ما تشفت المجال انت اصلا مش مقتنع بيه. انت اصلا مش انت، هل انت حابب كذا يا ابني؟ هل انت حابب تعمل كذا؟ لا. هل انت اصلا لا؟ طب خلاص، اعرف الاول، اعرف عن المجال. انت اي حد ينفع يعرف عن اي حاجه دلوقتي. اعرف عن المجال واعرف صعوباته، واتكلم مع ناس راحت المجال ده فعلا، وبعد كده قرر لا انا الصعوبات دي فعلا تستاهل ان انا اتعب لها. لا الصعوبات دي لا، ايه يا عم ده انتوا فعلا عندكم الصعوبات دي، لا خلاص خليني في المجال بتاعي عادي، تحترم. كنت بتكتشف مجال، وممكن انا بكلمك اهو، ممكن انا بعد كده بعد 3 سنين، بعد سنه، بعد وات ايفر، اكتشف لا انا محتاج اروح المجال الفلاني، انا شايف ان انا بحبه، ابدا ادور صعوباته تمام، لا التحديات دي حلوه بالنسبه لي، انا ممكن مش معنى ان هي يعني مش معنى انها حلوه انها سهله، ومفيش حاجه سهله. مفيش اي النجاح لو سهل بقى كان اي حد بقى حقق، فاهم؟ دي كلمه يعني حد كده صاحب الشركه اللي انا كنت شغال فيها قبل كده كان دايما يقول لنا كده يعني. فعلا لو هو سهل كان اي حد حققه. هو نتيجه تعب وسهر، والناس اللي انت شايفهم دلوقتي عاملين انجازات، يا ده فلان ده عمل كورس بياخد عليه قد كده، ايوه ما هو قعد 7 سنين مثلا اكسبيرينس عشان يديك الكورس ده انت في 3 اسابيع وياخد المبلغ الفلاني. هو ما بداش قال يلا انا عايز اعمل كورس يلا يلا بينا. الناس فعلا ما عندها مشكله في الثراء السريع، فاهم؟ اللي هو ايه، نفس فكره الناس كلها بتعمل يوتيوب تشانلز ليه بقى؟ شايف اليوتيوبر بيقبض مليون دولار، ايوه ما هو كان في الاول بيقبض 3000 جنيه عادي يعني. م- ما بدأش بياخد مليون دولار، لا ده تعب وجرب مره وفشل، وجرب تاني وفشل، وجرب تاني وفشل. فانت خليك قبل ما تبدا اي مجال عارف الصعوبات اللي تمام، دوس توكل على الله بس. نرجع بقى انا بص عارف ان يعني انت انا حاسس ان كلامك جارح، عشان انا هبدا قناه اليوتيوب في عارف اخر الشهر. بس دي الحقيقه والله. اصل الناس يعني انا بتضايق يعني. لا لا انا عارف والله، انا عارف يعني الناس بتحب الناس فعلا لو عرفت ده من الاول يا ايمن احسن من اللي هو يخش ويبقى خسر كاريره القديم، وبعرف عامل زي ايه اللي واقف في النص كده، لا والله يا طالع عبد هنا مش الرحمن. يعني انا في اول محاضره في الكورس دايما بقول للناس لو فاكر ان انت تخرج من هنا شغال، فانا بقول لك اسحب فلوسك وما تكملش كورس معايا. لازم بقول الكلام ده في اول مره، الناس بتتخض. طب انا جاي اتعلم ايه؟ ما انا جاي اشتغل. الموضوع بيكون غريب بصراحه، بس انا بشوف ان هو واجب علينا الناس اللي عارفه معلومه جوه المجال، مش علينا اللي هو احنا الاثنين، على الناس اي حد عارف معلومه، ان هو واجب ان هو ينصح، واجب ان هو ينصح اللي بيتعلم، واجب ان هو بينصح العميل، واجب ان هو يوضح ان المجال جديد، مجال فيه تطورات كبيره. الحاجات اللي كانت موجوده زي ما انت قلت وانت داخل الجيش غير اللي موجوده وانت خارج خالص، وماشيه مختلفه تماما في المعلومات السوق دلوقتي بقت موجوده اكتر بكتير، وتقدر تسال ده تسال وبشكل كبير جدا ودسم، يعني الموضوع بقى كبير. آه ف... فبس يعني. فنأمل التوفيق للناس يعني باذن الله يعني. بس. وعلى فكره ده برضو مره تانية، ده مش معناه ان انا بقول للناس اللي هو ايه الناس اللي عماله تشيفت دي، او ان انا متضايق مثلا ان في ناس دخلت المجال كتير، لا بالعكس والله. انا بشوف ناس بقى لها سنه وبقول له لا ده انت ركز، انت هتعمل حاجه، انت فعلا هتعمل حاجه محترمه. انت ازاي دي اصلا حقيقة. كنت شغال مجال تاني؟ انت 100 100 امم دوس. فعلا والله لانه دي فعلا حقيقة. شخص عنده هو راجل عرف هو داخل على ايه واستعد له وبينتج. امم ناس كتير كده، ناس كتير فعلا مستواها بيفاجئ.
امم. ف... فده مش معناه انه لا يا جماعه ما حدش يشفته، لا 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 خالص. ومفيش مجال، مفيش على فكره مفيش مجال اللي هو ايه، لا ده جاب اخره، ده المجال ده جاب اخره، ده الناس كترت قوي في المجال ده. هو اوكي، الناس بتكتر في المجالات، بس معلش هو الناس بقى لها قد ايه مثلا شغاله ويب ديفلوبر؟ مجال ماله، ما بقى في ناس، بس في نيد، في السوق امم. كبر. هو ده اللي بيحصل في المجال. لسه لحد دلوقتي الشركات بتحاول تهاير جرافيك ديزاينرز شاطرين ومش ومش عارفين. لاقيين. يعني لحد دلوقتي اسال اي حد كده، اقول له انا في حد داخل مجال جديد جرافيك ديزاين، يقول لك يا عم جرافيك ديزاين ايه ده، الناس كلها بقت جرافيك ديزاينرز. ايوه الناس كلها بقت جرافيك ديزاينرز، بس مين بقى بيميت الاكسبكتيشنز بتاعت الشركات؟ امم. فعلا البوزيشنز المحترمه قليلين فعلا. ف... ايوه دي حقيقة. ففعلا اي مجال هتركز فيه هتلاقي، بس باختصار يعني. طيب خلينا نروح لحته يعني هي بتواجهنا انا كتير بصراحه بحكم الناس اللي بتبقى معايا في الكورسز. ولو انا شغال في شركه بقى لوحدي، انا رحت اشتغلت في الشركه جونيور، وانا مش عارف استفيد ازاي ولا اتعلم ازاي، ومش معايا سينيور ومش معايا اي حاجه، وقاعد في الشركه، وممكن يبقى قاعد في شركه ما بيعملش حاجه. يعني انا كلمت ناس منهم وعملت ايوه لهم ايوه. منتورنج يعني. فهو بيقول لي انا بروح من الشغل الساعه 10 مثلا، بقعد لحد الساعه 12 واحده لوحدي، وبعدين بيدوني صفحه اعملها وبقى مش عارف بيعمل ايه، او بعد صفحات يو اي وبروح. ساعات في ناس بتهاير، في شركات بتهاير ارضاء ضمير بس، هو عشان يبقى اسمه عنده بوزيشن يو اي يو اكس ديزاين. لا هم ده موضوع، بيشغلوه الموضوع ده كبير، ده حاجه ثانيه. حرفيا. اه بس خليني اقول لك حاجه بالنسبه لحد فعلا لوحده في شركه يعني. امم. انا اشتغلت لوحدي سنتين كاملين، او يمكن 3 سنين كمان، 3 سنين تمام. في شركات لوحدي تماما. اوكي. تمام. في فتره اللي هي فتره البدايه خالص خالص، انا مش زيرو، انا ده طبعا حاجه صعبه، بس انا كنت واخد التشالنج على عاتقي كلها، اللي هي فتره الشيفتنج، اللي هي الشركه اللي انا كنت شغال فيها اصلا جرافيك ديزاينر، وقررت اقول لهم ان انا يو اي يو اكس ديزاين. طيب انت تعمل ايه بقى لو انت لسه في البدايه خالص، يعني في البدايه اللي هو حتى الكونكشنز بتاعتك في البدايه، خد انت عندك حد واحد على الاقل بتاخد امم. رايه وتراجع معاه، حد انت عارف ان هو اشطر منك فبتاخد رايه، وفي نفس الوقت انت شغال على نفسك، شغال على امم. نفسك بشكل مركز، اللي هو انت بتعمل التاسكات المطلوبه منك في الشركه عادي خالص، بس انت في جزء من يومك سواء جوه الشركه او بره الشركه، في جزء من يومك انت بتطور في نفسك، بتطور في نفسك بقى، سواء بتقرا ارتكلز، سواء بتشوف كورس معين مثلا بيطورك في جزئيه معينه في الحاجه اللي ناقصاك، سواء مثلا بتعمل حاجه، بتعمل شغل في بروجكت مش حقيقي، لو انت يعني لو انت بره وقت الشغل او ما عندكش شغل، فبتجرب بتمشي ايدك في شغل. اما بتبدا تعمل ده وتبلش الشغل ده للناس، للكوميونتي يعني، بتبدا الناس تقول لك رايها، بتبدا انت تتشاف اكتر، بيبقى عندك فرصه اكتر ان انت فعلا ان انت تروح شركه تانيه فيها ناس فيها تيم. امم. بالمناسبه بس انا المفاجاه بالنسبه لي ان انا اتفاجئت ان في ناس لسه بتبدا لسه زيرو، بيروحوا شركات او حتى مخلصين انترن، يعني بلاش زيرو، بيروح شركه هو رافض يروح شركات بسبب ان هو يبقى لوحده. وبعدين هتفضل اغلب الشركات للاسف تاني، انت التيم هو عايز حد جونيور يمشي له الدنيا، وهو ده احتياج الشركه دلوقتي. فجميل ان انت تدور على مكان تاني في تيم، دي حاجه جميله، بس لو انت ما عندكش غير فرصه واحده، في الشركه اللي انت يعني لو انت ما عندكش غير فرصه واحده، الشركه فيها ديزاينر واحد اللي هو انت، يعني ما فيش غيرك، روح. بالمناسبه ساعات بيبقى في شركات ما فيهاش غير ديزاينر واحد، بس انت شغلك ده اللي بيخليك تتشاف بعد كده، شغلك ده بالمناسبه اللي هو مش بيرفكت عادي، وفي اخطاء ومش ماشي على بروسيس واضحه وفي مشاكل، كلنا اشتغلنا كده عادي، بس على الاقل بتبقى عارف بقى الاخطاء اللي انت بتقع فيها، في حد بيراجع معاك بيقول لك لا دي خد بالك انت ليه ما عملتهاش كذا، ليه ما عملتهاش كذا، او انت نفسك عارف وما عرفتش تعمل ده اثناء الشغل، اعمل بره الشغل iteration لشغلك انت جوه الشركه، اللي هو مفيش حد بيمنتور عليك فيه. امم. ابدا مثلا ايه، اللي هو انا طلعت لاندنج بيج معينه مثلا،
وطلعت خلاص والشركه شايفه ان هي تمام، انا مع نفسي انا لما بتعلم حاجه جديده ببدا اراجع شغلي القديم، هو ده فعلا كويس ولا ايه الغلطات اللي فيه؟ لا ده فيه غلطات، واحد اتنين تلاته. طورت من شغلك هيبقى عندك فرصه اكتر انك تروح شركه فيها تيم. طيب انت دلوقتي راجل بقيت اكسبرت و... ورحت شركه ما فيهاش تيم، يعني ده موجود بس بدأ يقل دلوقتي، يعني اغلب الشركات بقى فيها على الاقل اتنين، امم. الشركات اللي هاير سينيورز يعني. أه، حاول لو انت موجود ولوحدك في الشركه وانت سينيور، انا بالنسبه لي بشوف ده اسهل شويه من الراجل اللي لوحده هو جونيور، يعني لان اللي لوحده هو جونيور محتاج حد يمنتور عليه، محتاج حد يساعده، محتاج حد يوجهه. انت لو لوحدك وانت سينيور، هو الموضوع رخم، بس انت تقدر تعوض ده مثلا بان انت تجوين كوميونيتيز بقى. امم. حاول دايما حواليك مجموعه ناس كانكم كده كلوز فريندز كوميونتي، اللي هو ايه، آه، الناس مثلا في اربعه خمسه ديزاينرز انت دايما بتقعد معاهم، دايما بتاخد رايهم، دايما بتقول لهم مثلا والله ايه الابديتس، بتتكلموا في الابديتس، ده موجود كذا، ده موجود كذا، دايما بتبقى انت بتحاول تخلي نفسك ابديتد. طيب انت دلوقتي تمام، بدات فعلا بدات تشتغل، عند مرحله معينه كده بتحس ان انت كسينيور في شركه لوحدك محتاج خلاص تشيفت، ابدا دور على مكان، خلي الريكويرمنت بتاعتك وانت بتدور ان انت تبقى جزء من تيم، التيم ده كويس يفيدك، في ناس اعلى منك في اقل منك، تقدروا تستفيدوا من بعض. آه، بس دايما انا بحس انه الكوميونيتيز اللي انت بتبقى فيها بره الشركه وسط الديزاينرز بتعوضك شويه عن وجود ديزاينر معاك في الشركه. بلس كمان اخر حاجه هقولها لك، ان انت تقدر من جوه الشركه من بوزيشنز تانيه، يعني تقدر مثلا تكون حواليك كده اتنين تلاته ديفلوبرز او وات ايفر شغلهم ايه، بتاخد رايهم، حد مثلا فيهم كان ديزاينر وشفت، حد فيهم شخص يعني احتك بديزاينرز كتير فممكن يفيدك، فدايما خليك معاك ناس بترجع لهم بتاخد رايهم في حاجه، لو طلعت حاجه جديده بتشوف بتاخد رايهم فيها، ده بيفرق ما تبقاش لوحدك دايما، اوعى تاخد جنب كده، أنا اصلا ديزاينر شغال لوحدي بحط الهيدفونز وبقعد اركز في الشغل ما بتكلمش مع حد بشتغل بس. الانعزال ده حتى لو هو بيديك حق بان انت بتنجز في شغلك، اوكي ممكن تكون بتنجز فعلا وبالنسبه للشركه انت بتنجز، بس بتتفاجئ مثلا لو انت بقالك 6 شهور على الوضع ده، ان انت اولا ما اعرفش صحتك النفسيه تبقى عامله ازاي، بصراحه انا ما بقدرش اعيش كده، بس بتتفاجئ ان هو انا ليه مش ابديتد خالص كده، انت حتى مش ابديتد بالشركه، فاهم؟ انت شخص عايش كده في ملكوت الديزاين، انت عامل كده قافل على نفسك قوقعه وخلاص. يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ عايزين واحد اتنين تلاته اربعه في الديزاينز اهي، يا جماعه انتوا الفيدباك بتاعكم عايزين تغيروا ايه؟ واحد اتنين تلاته اربعه اهو. بس انت نفسك هتزهق، ممكن تزهق من المجال اصلا، فما تسيبش نفسك انك توصل للمرحله دي، لا انت لو في فرصه انك تكون كوميونتي بره وتقعد مع ديزاينرز او تتكلم معاهم حتى اونلاين، اعمل ده. لو جوه الشركه دايما خلي عندك كوميونتي صغير كده بتاخد رايه، تمام طب ايه رايك، طب والله انا بفكر في كذا وهكذا يعني، ده بيعوض شويه الجزء لحد ما ربنا يكرمك وتروح شركه فيها تيم، بصراحه الموضوع صعب قوي. انا مش سامعك، تقفل الصوت. اه، تمام تمام، كان الصوت بس علق. لا، بقول لك الموضوع فعلا صعب انك تشتغل لوحدك، فعلا بيكون فيه شويه كده من الانعزال، خاصه لو انت شخصيا انطوائيه شويه، الموضوع بيبقى صعب يعني، بيبقى كارثي بقى، احنا بنروح في حته مش حلوه. ولكن زي ما انت قلت بصراحه، انت لخصت كل الكلام او قلت كل الكلام باستفاضه كمان يعني. اللي هو ايه، شارك الناس واتكلم مع الشركه، روح تعالى اتناقش معاهم، اتكلم مع الماركتنج، اتكلم مع البيزنس، اتكلم مع الاناليست اللي موجود في الشركه، اعمل اي حاجه، ادخل في اجواء الشركه، حاول تطور. في امباكت رهيب عليك كيو اكس ديزاينر بالمناسبه، بغض النظر بالظبط. عن الكوميونيكيشن سكيلز اللي انت بتاخدها، انت حتى شغلك بيبقى فيه برسبكتيفز مختلفه كده، اللي هو ايه، ده انا الساوند ماركتنج عنده قال لي كذا، وفلان اللي هو في البيزنس ديفلوبمنت قال لي كذا، فانت عندك انسايتس مم. مختلفه، ناس مختلفه. ده يعني اعتقد بيحل جزء كبير من المشكله دي. يعني انت، في سؤال انا كنت عايز اساله، بس هو انت قلت جاوبت عليه من بدري فما بقاش ليه اسالها، مكان. لا لا،
لا، كنت اكلمك على النصايح للناس، وانت ما شاء الله قلت كل حاجه في كل مرحله. يعني انت قلت نصايح للناس تعمل ايه في كل مرحله مع كل عايز سؤال. اقول لك ان انا دايما بيبقى عندي مشكله مع دور الناصح الامين ده، اللي هو انا قاعد تقول للناس انا بدردش يا جماعه يعني. يعني الكلام ده كله زي ما احنا قلنا في الاول، آه، قد يكون مفيد ليك وبيفيد معاك، وقد يكون مش مفيد ومش بيفيد معاك. ففي هو الاخر انت اهم محتاج، حاجه انك تطبقه على شخصيتك بطريقتك انت، ما تطبقوش زي هو بس هو بس. انت محتاج تسمع اصلا ناس مختلفه عن بعض تماما بيحكوا تجاربهم، فتقوم تاخد من ده اللي يفيدك واللي انت شايفه فعلا ابليكابل مع ظروفك انت ومع حياتك انت. بس ده باختصار. وانا يعني بعد اذنك يا عبد الرحمن هزود حاجه، لازم يكون في حد معاكم منتور. لازم ما فيش حد يمشي دلوقتي في المجال من غير ما يكون ليه منتور او كوميونتي الدنيا زي ما عبد الدنيا الرحمن قال. لمت. بشوف ان صعب لاي حد جونيور انه يمشي من غير منتور او جايد قدامه بصراحه يا عبد الرحمن، لان في ناس كتير بتشتت. انا شفت سؤال امبارح موجود على جروب يو اكس سويه، عشان ما نضحكش على بعض يعني. الجروب حد بيسال يا جماعه هو المرتبات كام؟ حد بيقول 10,000 وحد بيقول الصلاة 15,000 على النبي، وحد اللي هو ايه ده داخل كده يقول ايه من ابو يعني ايه. شوف الموضوع يعني ايه. انت شايف الموضوع بارك وكده بايدك يعني. انت فاهم. طب انت هتعمل ايه بال 15,000؟ يعني انت هتروح هناك ايا كان الاكس الرقم اللي انت هتعمل بيه ايه؟ وظيفتك دي هتفيد ايه هناك؟ يعني هتفيد ايه للشركه موجود؟ فبلاقي الرد الرقمي ده انت جبته منين؟ طب انت عارف اللي بيكلمك ده ممكن يكون مش حاطط صورته، ما تعرفش عنه معلومه حتى. فاللي هو يعني ايه بكام؟ في شركات الجونيور فيها بياخد رقم كبير، في شركات السينيور فيها بياخد رقم متوسط. هو الموضوع مختلف تماما، بالظبط. ومفيش رينج فعلا، صعب تحط رينج يعني. طبعا في رقم ما ينفعش الناس تقل عنه، اوكي انا مش هتكلم في الموضوع ده، بس في ليميت ادمي كده اللي هو امم ايه وانت بالمناسبه لو انت شخص، يعني بما انك فتحت الموضوع ده، موضوع حساس وانا ما بحبش اتكلم فيه يا ايمن والله. ماشي. آه، يعني لو انت شخص بتجوين شركه ومحتاج الشغل، انا عارف اكيد ان احنا في الاول كلنا محتاجين شغل وكلنا محتاجين سالري، بس لو انت فعلا بتجوين الشركه وما عندكش المينيمم من الساتسفاكشن، اللي هو على الاقل انت راضي ان انت لحد ما تلاقي بوزيشن احسن، ما تروحش وتجهد نفسك وتضيع على البوزيشن على حد كان بالنسبه له البوزيشن ده هيبقى تمام معاه. امم يعني ما تروحش بوزيشن استخسار كده، اللي هو يا عم بقى هروح وخلاص. ليه هتروح وخلاص لو انت يعني في ليفل اللي هو ايه، لا ده مناسب معايا مثلا لمده 6 شهور لحد ما الاقي بوزيشن احسن، وان كان في ناس ما بترشحش يعني ان انت تمشي بشكل، ما علينا. بس انا اقصد انه لو انت لازم تكون عندك مينيمم من الساتسفاكشن علشان ما تروحش تقدر نفسك وتبقى ضيعت البوزيشن على حد كان بالنسبه له ده هيبقى بوزيشن الاحلام، وفي نفس الوقت تضر الشركه. ما انت كده برضو ضريت الشركه، ويطلع سمعه بقى الديزاينرز دول اصلا ما حدش فيهم بيعمر في الشركه. ف لا يعني حاول دايما فعلا، وانا مقدر طبعا لو حد محتاج شغل ومضطر يوافق والكلام ده اكيد يعني، اكيد ده ممكن يحصل يعني. بس طبعا كلامي يعني اكيد ناحيه تانيه في الشركات يا جماعه في ليفل ما ينفعش نقل عنه امم يعني، بغض النظر عن الخناقه دي. بس آه، لازم تكون انت كديزاينر او كاي حد بيابلاي بيروح اي شركه نوجيشيشن، يعني اعمل نوجيشيشن واوصل مع الناس لحد اقل حاجه انت ينفع تشتغل بيها، او ما ترضاش بحاجه انت هتبقى من اول يوم شايل الهم. لا ما تعملش امم كده. ودي بصراحه حاجه انا اتعلمتها وانا جونيور يعني. في حد كان قال لي بص، احنا عارفين ان السالري بتاعنا ده مش اعلى حاجه، لو انت مش هتبقى راضي وانت قاعد ما توافقش، واحنا مش هنعرف نديك اكتر بكل صراحه. فمش عارف اقول له ايه، بس انا فعلا فكرت فيها، قلت انا فعلا لو مش راضي مش هتشتغل، هتبقى دايما كل يوم رايح الشغل. ايه يا نهار ابيض بتاع الشغل اللي بيدوني فلوس قليله ده، على طول في بالك الجزئيه دي، ودي كارثه. لا هتعرف تنتج ولا هتعرف تركز ولا هتبقى مبسوط في حياتك ولا هتبقى مبسوط حتى بالسالري اللي انت بتاخده اللي هو ستيل قليل، اوكي. امم فالنقطه دي انت صالح مع الموضوع، انت حط ليميت ما ينفعش حياتك تستقيم غير بيه مثلا، وما توافقش، ربنا هيكرمك باللي يناسبك. امم بس اتمنى آه، الناس ما تتكلم الكلام ده يعني. يعني انا يعني
وصلنا نقطة النهاية أعتقد كده. فأنا بشكرك يا عبد الرحمن على الكلام الكتير ده، ما شاء الله يعني. يعني أنت في حاجات أنا ما كنتش عارف إن هي موجودة. يمكن أنا اخترتك آه، لحاجة، لأن عارف إنك مريت بأكتر من مرحلة بصراحة، وعارف الشركات اللي أنت رحتها. ف... فدي نقطة هي مهمة بالنسبة لي بشكل معين في التجهيز، ولكن أنت وضحت لي حاجات الاسئله بتنطبق عليك انت كاستادي بالفعل اساسا. يعني انت موضوع مقرب بالنسبه للناس فاللي هو ايه، انا خدت انترنشيب، انا عملت شيفت كارير، انا عملت كذا، انا عملت كذا، انا معاك في كل حاجه. ف... قصة مؤلمة. لا لا والله فعلا. يعني انا بقى اخر حاجه والله فعلا كرم ربنا كبير جدا 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 فوق مما تتصور. وانا ببدا نعم في بالله. المجال كنت متخيل اللي هو يا ده انا هروح يعني ازاي دي حاجه صعبه جدا. يا نهار ابيض مم. ولسه خارج من الجيش. انت بتلاقي انت بتاخد بالاسباب وبتسعى، بتلاقي ربنا بيكرمك من حيث لا تحتسب. وكل حاجه بتتيسر بقى. بالظبط. انت مم. طالما انت فعلا بتسعى وواثق في ربنا، واثق بجد، مش واثق اللي هو واثق انا واثق يعني بس انا مش عارف ايه اللي بيحصل. لا، انت واثق من جواك فعلا ان ربنا هيكرمك. طالما انت بتسعى تلاقي ربنا بيكرمك. ف نعم بالله. نعم يعني بالله. اتمنى الناس كلها ربنا ييسر لها امورها، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. الظروف صعبه على الناس كلها وعلى الشركات كلها بالمناسبه، باختلاف الليفلز بتاعت الشركات. ف يعني نتعامل بقى مع الواقع، هنعمل ايه طيب. باذن الله. شكرا ليك يا عبد الرحمن. الحمد لله اتقابلنا، وبشكرك على الشخص انا والله نتقابل وعلى المستوى. اوفلاين بقى. نتقابل ان شاء الله قريب باذن الله. واتشرفت بيك حقيقي، واتمنى تكون الناس يعني لو الناس وصلت لحد هنا فاحنا تخطينا الساعه. شكرا ف والله، شكرا اه ليك. يعني انا مش عارف. فشكرا. شكرا اللي ليك هيوصل لحد كلكم هنا يقول بجد. لنا بس ما دي جايزه، والله انا يكلمني. اه بالظبط، لو حد محتاج مني اي حاجه، اي حاجه في اي وقت فعلا انا كده كده يعني. هسيب اللينك بتاعك في الديسكربشن، ولينكات الحاجات اللي انت قلت عليها في الاول في الديسكربشن الحلقه على الويب سايت وعلى كل المنصات باذن الله. وشكرا ليك ايمن على الفرصه دي. شكرا لك يا عبد الرحمن، واشوفك على خير. شكرا لكم كلكم، السلام عليكم.